السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي. كل اللي بيشوفونا لاول مرة هرتب معاكم النهاردة شنطة السفر. بسرعة في الفيديو شوية عشان نلحق نعمل الحاجات اللي المفروض ان احنا نعملها. هتشوفوا كل التفاصيل اللي انا عاملاها وكل الحاجات، وهنرتب الشنطة ان شاء الله بشكل عملي وافكار كويسة علشان خاطر المساحة ولو الشنطة صغيرة والحاجات دي كلها. فيلا بينا نبدأ على طول. صحيح قبل ما نروح عشان نحضر الحاجة، في حاجة مهمة برضو عايزة اقولها لكم. وهي ايه؟ وهي ان انا قبل ما بسافر وخلاص احضر الحاجه بتاعتي بعمل ايه؟ بكتب كل حاجه على الموبايل علشان خاطر ما انساهاش. يعني في تفاصيل صغيره جدا ممكن تتنسي، صدقوني هتحتاسوا لو رحتوا وما لقيتوش الحاجات دي. فانا بكون كاتباها، ممكن نوت بوك، ممكن ورقه وقلم. اهم حاجه انك تكوني كاتبه كل التفاصيل اللي انت محتاجاها علشان خاطر وقت ما تيجي تحضري تطلعي الحاجه بتاعتك كلها وتبتدي ان انت تحضريها وتكوني متاكده ان شاء الله ان انت مش ناسيه اي حاجه خالص. كده الشنطه ان شاء الله اللي انا هحط فيها الحاجه زي ما انتوا شايفين حجمها مش كبير، وفي نفس الوقت مش صغيرة قوي يعني، ولكن احنا ان شاء الله هنرتب فيها الحاجة اللي وريها لكم دلوقتي كلها بشكل عملي علشان تقدروا تاخدوا كل حاجة في الشنطة. وطريقة ترتيب الهدوم كمان هيكون ليها رصة كده علشان تغلوا اكتر مساحة يعني، ويكون الحاجة مترتبة بشكل كويس. وزي ما انتوا شايفين كل الحاجة اللي انا كتبتها زي ما قلت لكم انا محضراها قدامي على السرير، كل اللبس وكل الحاجات يعني علشان ابتدي ان انا اخدها بقى واطبقها في الشنطة. هوريكم طبعا هطبقها ازاي، ولكن اول حاجه هعملها ان شاء الله ان انا هرتب حاجه السكين كير. فيلا بينا نعملها على طول. اول حاجه اوريها لكم وهي المجموعه دي. طبعا في ناس كتير علشان لما بتكون مسافره او بتسافر كتير فبتشتري مجموعه حاجات زي دي، علب بتتباع يعني علشان خاطر تحط فيها كميات صغيره من حاجه السكين كير، سواء كان شامبوهات، كريمات، حاجات زي دي. وبتكون اسعارها غاليه جدا. فانا اقول لكم الفكره بتاعت النهارده علشان توفري عبوات زي دي وما تدفعيش فيها فلوس خالص. حضراتكم بتستخدموا كريمات وحاجات زي دي، بعد ما العلبه بتخلص ليه ترميها مادام هي كويسه وهيكون ليها استخدام تاني؟ زي العلبه دي. العلبه دي زي ما انتوا شايفين دي كان فيها لوشن، وشايفين شكلها عامل ازاي. يعني القفل بتاعها محكم جدا وكويس جدا، وفي نفس الوقت حجمها صغير وشفافة عشان اشوف المنتج اللي انا حطاه فيها ايه. فعلبة زي دي لما خلصت انا غسلتها ونضفتها زي ما انتم شايفين نضيفة ازاي. غسلتها ونضفتها بحيث ان انا لما اكون مثلا مسافرة او اكون هقعد عند حد في مكان لمدة كام يوم تقدري ان انت تعملي حاجة زي دي وتوفري العلب اللي انت هتشتريها، لان العلب اللي هتشتريها زيها بالظبط. دي نفس الفكرة، دي العلبة بتاعت كريم جونسون وبيضة ونظيفة وزي الفل من جوه. نفس الحكاية علبة شفافة. كيس الشفاف ده عبارة عن ايه؟ ده انا كنت جايبة طرح والكيس موجود اهو. كيس زي ده شكله كويس والقفل بتاعه كويس، طيب برضو ليه ارميه؟ طب ما انا استخدمه في حاجة زي دي. فهي دي الفكره اللي انا كنت عايزه اقولها. طبعا كنت كلمتكم في الفيديو اللي قبل ده على طول شنطه البحر تاخدي فيها ايه، قلت لكم طبعا الحاجات اللي حجمها كبير هناخدها ازاي. هي دي الفكره اللي انا اقصدها. اول حاجه وهو اللوشن، قصدي الشاور. زي ما انتم شايفين علبه زي دي صعب ان انا اخدها معايا لانها حجمها كبير وهتاخد لي مساحه، وكمان مش عمليه خالص. ده لو اتضغط عليه في الشنطه او الدنيا اتقلبت ده هيبهدل لي الشنطه ويبهدل لي الدنيا. فطبعا انا هحط في ده في العلبة دي. طبعا قلت لكم على فكرة حمام الكريم ده في الفيديو اللي قبلها انا هاخد منه ليه، روحوا شوفوه علشان تعرفوا انا هاخد ليه من حمام الكريم ده. الزيت بتاع فاتيكا ده هاخد منه، ولكن هحط منه في العبوة بتاعة جونسون. ليه؟ لان جونسون محكمة الغلق وكويسة جدا. هحط الحاجات العلب اللي انا شايفه انها مناسبه ان انا احطها هنا، لان انا معايا الشنط التانية فيها مساحه، فممكن اشوف العلب اللي زي دي هحطها فيها تكون افضل.
ودلوقتي بقى هرص معاكم بقيه الحاجه في الشنطه دي. بقول لكم على فكره حلوه بالنسبه للحاجات دي، زي ما انتم شايفين دي برضو معرضه انها تتفتح، سهل قوي انها تتفتح. فانا هعمل حاجه كويسه، هجيب سوليتيب زي ده وهبتدي ان انا الزق عليها علشان تكون مقفوله كويس وما تتفتحش مني وهي في الشنطه. الفيديو اللي قلت لكم قبل ده هتلاقوا فيه تفاصيل الحاجات اللي انا بحطها دلوقتي، فلو شفتوه ان شاء الله هتستفادوا منه كتير. الشنطة دي حلوة وعملية جدا في السفر، زي ما انتوا شايفين فيها فتحات كتيرة قوي وجيوب كتيرة جدا علشان تحط فيها حاجات كتير زي ما انتوا شايفين كده، وفيها سوستة واتنين وتلاتة، يعني بجد ممتازة انها تشيلك حاجات كتير قوي. هي اصلا تنفع انها تكون منظم في الشنطة بتاعتك لو كبيرة وما فيهاش سوست كتير، وتنفع لو انتي مسافرة تحطي فيها حاجات كتير قوي. هتشوفوا انا هحط فيها حاجات عاملة ازاي. والشنطة دي انا كنت مشترياها من على جوميا من كذا سنة، من كتير قوي. ممكن تلاقوها موجودة دلوقتي وممكن تلاقوها متوفرة في محلات، مش عارفة بصراحة، ولكنها حلوة جدا. وتقدري ان انتي كمان تضيقي الحجم بتاعها وتقفليها من على الجنب بالشكل ده. انا مش هاخد حاجة ميك اب كتير، يعني اعتمدت بس على الحاجات اللي فيها الوان. انتوا عارفين بقى مصيف وصيف بيحب الالوان، وكمان مش محتاجين ميك اب كتير لان احنا اصلا وشنا بيبقى محمر كده وشكله حلو في الايام دي. فحبيت بس اخد حاجات فيها شوية الوان ولمعات. تعالوا بقى نرصهم في الشنطة دلوقتي. هحط في العلبة الشفافة دي الحاجات اللي مهم جدا تاخدوها معاكم وما تنسوهاش، وهي الخيط، مقص صغير، قصافة، مبرد، دبابيس، حاجات زي دي. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي ان احنا نرتب الشنطة بتاعتنا. هحاول بس اقرب المسافة شوية. اول حاجة احطها ان شاء الله وهي تكون تحت، يعني عشان الدنيا ما تتبهدلش، وهي الشوزات اللي انا هاخدها معايا. طبعا هحطها في كيس علشان خاطر اكيد ما تبهدلش الدنيا وتكون لوحدها يعني. وعاوزه اقول لكم على حاجه برضو تراعوها في الموضوع ده، ان انتوا تاخدوا يعني حاجات تليق على حاجات كتير عشان المساحه. وكمان ما تنسوش ان في طقم هتسافروا بيه، فده هيكون من ضمن اللبس وهيكون الشوزات والشنط والحاجات دي كلها. فانتي كده هتكوني وفرتي طقم كامل انتي لابساه وانتي مسافره. من اهم الحاجات اللي انا بكون واخده بالي منها اول حاجه هرصها في الشنطه وهو الطقم بتاع البحر. دي اول حاجه هاخدها معايا.
وانا بكون حاطه الهدوم في بعضها عشان المساحه، وعشان برضو ابقى متاكده ان كل حاجه بقت موجوده. الشنطه دي انا برضو حاطه فيها هدوم من جوه، ولماها يعني كده في الشنطه دي، وفي نفس الوقت هاخدها معايا لان انا هاخدها معايا ان شاء الله على البحر. ممكن تكون عاليه شويه عن الشنطه، لكن الشنطه بيبقى فيها مساحه لما بتتقفل هتقدر انها ايه تتقفل عليها كويس. وهنرص الشنطه اللي احنا عملناها مع بعض بتاعه الميك اب. انا برص ليه الشنط في الاول لان الشنط دي هي اللي هتكون مضايقه شويه في الشنطه وهتاخد مساحه، فانا بظبطها هي الاول، لكن الهدوم طريه تقدري ان انتي تظبطيها بعد كده من فوق الحاجات دي. احط في الشنطه دي برضو، الشنطه دي تقريبا كنت جايباها من على جوميا او على امازون من مده طويله برضو. دي هحط فيها ايه؟ هحط فيها الاحزمه والشرابات، وهبتدي برضو اشوف لها مكان هنا في الشنطه. بصوا، هو انا لقيت الشنطه التانية ناشفه شويه فهتضايقني في المساحه، وانا عايزه حاجات طريه عشان تتني معايا، فانا جبت الشنطه دي قلت هحط فيها بقى ايه، يعني هجمع الحاجتين، هحط الشرابات والاحزمه والنضارات والبوكات والحاجات الصغيره يعني، وفي نفس الوقت هتكون طريه. انا هاخد الشنطتين الصغيرين دول لانهم عمليين وصغيرين وهينفعوا يعني في النزولات على طول، وهاخد الشنطه دي برضو، وهاخد الشنطه دي وهرصهم هنا ورا. اكتر طريقه ترصي بيها اللبس بتاعك وتطبقيه هيكون بالشكل ده، تكون الحاجه مبرومه يعني في بعضها ملفوفه بالشكل ده عشان المساحه. اول حاجه احطها هدوم البيت، مش هاخد لبس بيت كتير لان احنا في الغالب ما بنقعدش في البيت كتير، فمش عايزين نكتر في الحاجه اللي احنا ما بنستخدمهاش. انا هحط من فوق هنا الكيس البلاستيك ده يعني امان اكتر، علشان خاطر برضو الحاجات دي ابقى انا مطمنه انها لو اتفتحت او حصل اي حاجه يعني، مع ان انا مأمنها كويس. الاخر بحط هدوم بتكون مفروده شويه، لان في حاجات بكون كوياها ومبقاش ليا مزاج ان انا اكوي هناك، فبكون حطاها مفروده شويه من فوق. وبعد كده هنقفل الشنطه بتاعتنا. انا عارفه ان الشنطه اترست على الاخر وبقت مليانه، بس هحاول ان انا اقفلها ان شاء الله وهتقفل. واخر حاجه هحطها طبعا وهي الشنطه الطاقيه بتاعه البحر، بس دي بحطها اخر حاجه وانا خلاص مسافره علشان ما تتطبقش وما تبص. وبصراحه انا شايفه انها ممكن ما تجيش هنا، ممكن دي ازنقها في شنطه مع اي حد يعني. ولسه اصلا في شنطه صغيره هوريها لكم برضو، بس تعالوا نقفل دي الاول كده ان شاء الله تتقفل معانا. اخر حاجه هحطها ان شاء الله وهي الشنطه اللي احنا عملناها مع بعض. هحطها فين؟ في سوستتين هنا بره، زائد ان في بقى شويه تفاصيل صغيره كده هحطهم زي الشاحن. ايه تاني مش عارفه طبعا، كل حاجه مكتوبه، بس الشاحن هشحن بالتليفون قبل ما اخلص. الشنطه دي بقى زي ما انتم شايفين مساحتها حلوه، هحط فيها شويه الحاجات اللي ناقصه. وكمان اعملوا حسابكم زي ما انتم شايفين الشنطه التانية كانت مقفوله على اخرها، احنا اكيد في المصايف ممكن نجيب حاجات واحنا راجعين، فمفيش مساحه. شنطه زي دي هتكون مفيده ان انت تحطي فيها حاجات لو اشتريتيها، ممكن والله احط فيها طاقيه البحر اللي انا ما لقيتهاش مكان، واحط حاجه التصوير اكيد هاخدها معايا، وهحط كام حاجه كده بسيطه. وبرده هقفل دي على كده. بعد ما رتبنا كل حاجه في الشنطه والشنط اللي انا وريتها لكم والطرق اللي انا عملتها، كده خلصنا كل حاجة. كل الناس اللي مسافرة تتبسط وتستمتع بوقتها وتكون رحلة سعيدة ان شاء الله، بس محدش يقول لي اعمل لنا فلوج هناك. انا سمعت جملة حلوة قوي في فيلم بتقولك حياتك يا تعيشها يا تصورها، وانا بصراحة قررت ان انا اعيشها واعيش في المصيف واتبسط شوية كده. هصور فلوج وهياخد مني وقت طويل، فانا كده مش هستمتع بالمصيف خالص ولا بالوقت ولا الكلام ده كله، ولكن هصور ان شاء الله صور، ده اكيد كلنا هنصور صور برضو. مقاطع ريلز، هعمل فيديو شورت، حاجات صغيرة زي دي. تشوفوا الحاجات اللي هتكون موجودة في المصيف كده بشكل سريع. تابعوني على الانستجرامين
بتوعي، لينكات في الديسكريبشن. بقول لكم السلام عليكم.